السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم رز بلبن، كلنا بنحبه طبعا. هنعمله بطريقه سهله وقوام ناعم كريمي من غير نشا وطعم لذيذ. يلا بينا نسمي الله ونبدا الفيديو. اول حاجه عندي كوبايه من الرز المصري مغسول مره واحده عشان احافظ على النشا اللي فيه. طبعا بنستخدم الرز المصري لانه فيه اكبر نسبه نشا عن باقي انواع الرز. وبنزل على الرز بأربع أو خمس كوبايات من المية. في المرحلة دي أنا معلية النار مع التقليب والمتابعة طبعا، وأول ما يغلي غلوتين هبتدي أهدي النار عليه، وبستمر في التقليب على نار هادية لغاية زي ما انتوا شايفين الرز ابتدى يتضاعف حجمه وقوامه تقل والمية جزء كبير منها اتبخر. والرز كده خلاص استوى. وفي المرحلة دي بنزل بكيلو من اللبن. انا بستخدم اللبن البلدي، مش شرط يكون مغلي لانه هيغلي كتير مع الرز. وبقلب الرز مع اللبن باستمرار، وطبعا النار بتكون هادية، وبستمر في التقليب لغاية ما الرز يغلي غلوتين. ونلاحظ ان اللبن قوامه ابتدى يتقل، وشايفين على جدار الحلة ابتدى تتكون طبقة سميكة. في المرحلة دي هنزل بأربع معالق كبار من القشطة اللي هي وش اللبن، ودي اختياري طبعا، بس بصراحة بتدي تقل وطعم جميل وقوام كريمي. بقلب لغاية القشطة ما تدوب. وبعد ما القشطة دابت بنزل بثلاث معالق كبار من الكريم شانتيه. ممكن نستبدلهم بثلاث معالق من بودرة الايس كريم الفانيليا او الكريمة اللباني. وبقلب كويس لغاية ما الكريم شانتيه يدوب. هنا اضافة الكريم شانتيه بيدي للرز بلبن تقل وطعم غني ولذيذ. واخر حاجة بضيف السكر. انا بحط لكوباية الرز كوباية من السكر، انتوا ممكن تزودوا او تقللوا السكر حسب الرغبة. بحب اضيف السكر في الاخر عشان لون الرز يفضل ابيض، لاني لو ضفت السكر من الاول بيخلي الرز لونه اصفر. واخر اضافة عندي معلقة صغيرة من الفانيليا. ولو حابين تستخدموا اي نكهات، مية ورد او مية زهر او قرفة، حطوها طبعا، دي ترجع للذوق والرغبة. وبسيب الرز بلبن على النار الهادية مع التقليب المستمر من 5 ل10 دقايق لغاية ما يغلي ويتقل بالشكل ده. ومش بضيف اي نشا، هو كده مظبوط. هنا الرز تقل وغلى وابتدى يكون فقاعات كتير زي ما انتوا شايفين كده. هطفي على الرز واسيبه من 3 ل4 دقايق يهدى، وبعدين اوزعه في الاطباق. وهنا بعد ما الرز هدي ببتدي اوزعه في اطباق التقديم. ممكن نسيبه سادة او نزينه بمكسرات او صوص الكراميل او النوتيلا او اي اضافة تحبوها. وهعمل كام طاجن من الرز بلبن، هدخلهم الفرن ياخدوا وش جميل. هشغل لهم الشواية بس لمدة 5 دقايق لغاية ما ياخدوا لون حلو. هتلاقوا الرز بيبتدي يغلي ويرتفع وبياخد لون شكله حلو جدا. وده شكل الرز بلبن، لسه سخن طبعا، بس زي ما انتوا شايفين قوامه كريمي وناعم ومتماسك مع اني ما ضفتش اي نشا. اتمنى يعجبكم وتجربوه وتقولوا لي رأيكم. وده الشكل النهائي لطواجن الرز بلبن بعد ما خرجتها من تحت الشواية. خدت لون جميل زي ما انتوا شايفين وطعمها حلو جدا. وعشان الرز بلبن يعمل الوش المكرمش اللي كلنا بنحبه هسيبه يبرد تماما، وبعد كده بغطيه بالاسترتش او باي غطا لمدة كام ساعة. وبكده الفيديو يكون خلص. اتمنى يعجبكم واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جاية. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.